بشكل قانوني. حضرتك شايف هم عايزين يوصلوا لايه؟ يعني هيتحدوا اراده الشعب المصري؟ دعينا من هم عايزين يوصلوا لايه، المهم احنا عايزين ايه. يعني في 30 يونيو وفي 3 يوليو خرج الاخوان من المشهد. خروج احد دلالات هذا الخروج الكبير ونعم للدستور، مش نعم بس على الوثيقه. نعم بتقول نعم ل 30 يونيو، نعم لاخراج محمد مرسي من الرئاسه، نعم لاخراج الاخوان من المشهد، نعم للاخوان جماعه ارهابيه. وبالتالي احنا مساله بقى التخويف والتنظيم الدولي عنده، والتنظيم الدولي انا شايف ان المبالغات ديت مضره لسبب بسيط جدا. ما التنظيم الدولي كان موجود، ولما الشعب وكان اوباما وراهم وكل حاجه، لما الشعب المصري قال كلمته. احنا مش عايزين الاخوان الشعب المصري مش شعب. نحن يكون رهنا وحساباتنا على الشعب. انما بقى التنظيم الدولي هيعمل ايه؟ التنظيم الدولي اداه في يد الامريكان والاسرائيليين. هيفضلوا يعملوا ايه؟ انا ما اسالش التنظيم الدولي عايز مني ايه. انا الولايات المتحده الامريكيه عايزه مني ايه، هعرف التنظيم الدولي عايز ايه. اسرائيل عايزه ايه من المنطقه، هعرف التنظيم الدولي عايز ايه، وهعرف الاخوان عايزين. ده تاريخهم وده احنا عارفينه، وده لا ينبغي ان احنا نقف امامه. نحن امام استحقاق دستوري، في دستور اقر. الدستور في كلمة تلتزم الدولة 71 مرة. خلينا نقول الدولة هتعمل ايه في الالتزامات ده من الصبح. الحكومة اللي موجودة دي حكومة الدكتور حازم الببلاوي، اليوم سوف تعلن النتيجة. من المفترض ان السيد رئيس الجمهورية يوقع مساء اليوم الدستور، ينشر في الوقائع الرسمية غدا اعتبارا من يوم الاثنين او الاحد يصبح الدستور نافذا. ماذا ستفعل حكومة الببلاوي في التعليم، في الصحة؟ ده كلام في 71 التزام. 2 اللي كنا لسه بنتكلم في المرأة. طيب الدستور بيتكلم عن انه والله ان المرأة تدخل القضاء، مجلس الدولة ايه اللي هيحصل فيه، النيابة العامة ايه اللي هيحصل فيها. احنا يعني مع الاسف الشديد في مؤامرة حقيرة اخرج الاخوان السيدة الوحيدة من المحكمة الدستورية. اللي هي السيدة المستشارة تهاني الجبالي. طيب ماذا سوف يحدث ده؟ في مشكلة احنا اكتشفناها في خلال الشهرين الاخيرين، وهي ان وزاره الداخليه المصريه ما فيش فيها شرطه نسائيه. انا زوجتي يوم الانتخابات الصبح فوجئت انها نازله الساعه 8. طب نازله الساعه 8 ليه؟ قلت لها اللي جنبي تفتح 9. فطلع ان هي وصديقاتها متفقين ان هم ينظموا الطوابير. ثم فوجئت ان احد الساده ضباط الجيش اللي هناك قال لهم يا جماعه من فضلكم واحده من السيدات تيجي تتفضل عشان هي تفتش السيدات المنقبات او تشوف او كذا. طيب ده جميل. هل يليق ان انا امبارح اقرا خبر ان كابول العاصمه الافغانيه حيث طالبان تتولى الشرطه فيها سيده، وتبقى المراه المصريه ممنوعه من دخول وزاره الداخليه بقرار من محمد عبد الحليم موسى ما زال ساريا الى الان؟ كانت دخلت قبل كده ايام احمد رشدي. جاء محمد عبد الحليم موسى رحمه الله وكان رجلا اصوليا وعامل فيها شيخ العرب، قال لا الستات ما يدخلوش الشرطه. طب احنا دلوقتي لما طالبات جامعه الازهر بيطلعوا ما لازم يكون عندي شرطه سيدات. اول استحقاق في الدستور. وده تمييز ضد المرأة يا استاذ حلمي، يعني لما تدخلش الشرطة. انا عايزه ازود على ده ما بقاش تمييز ضد الشرطة بقى دلوقتي. لا تمييز ضد المرأة. لا ما بقاش اسمه تمييز ضد المرأة، ده بقى اسمه مخالفة للدستور. طبعا. يعني وزير الداخلية انا والله حد يرفع قضية هو رئيس الوزراء انتوا بتخالفوا الدستور مع السلامة. وخلي رئيس الوزراء يفتكر الحكم بتاع هشام قنديل. هشام قنديل في السجن ليه النهارده؟ علشان ما احترمش حكم القضاء. يا دكتور حازم الببلاوي لما السيد الرئيس يمضي الدستور امامك طريق واحد. لا انا عايزه ازود على معلومه. انت عندك كمان مقال موضوع افريقيا ده انه متوسط الشرطه النسائيه في الدول الافريقيه وصل الى 35%. مش افريقيا الى كام يا فندم؟ 35%. انا رحت جنوب الهند، وجنوب الهند الصعيد عندنا هنا متقدم عنهم مليون مره. لقيت الشرطه مش الشرطه المخابرات هناك نسائيه. صحيح. طيب انا عندي مقال مهم جدا لحضرتك النهارده استاذه نهاد ابو القمصان في جريده الوطن اسمه لغز المراه المصريه. هو مش عارفه مع زملائي يحطوه على الشاشه ولا لا. انت ختمتيه بان الخطوه الاهم الان تطبيق الماده 11 من الدستور، وهي ضمان حد ادنى للمشاركه النسائيه في المجالس النيابيه، وطبقا للمواثيق الدوليه 35%. هل يمكن القوى السياسيه ان تستجيب بدلا من مجرد الشكر؟ نفضل نشكر المراه بس ساعه الجد بننساها. وهل للفريق السيسي مثلما لبت المراه المصرية نداءه أن يساعدها في تحمل